انا اعطيت وعد لاسكندر، قلت له قبل ما اموت انا بنته ما بتموت. قمت انت رحت وقتلت البنت. لكن انتوا عاملين له لهذا المدعي العام حجم اكبر منه. شاطر، داهية، ذكي، نظيف. معلم الحقيقة في شغلة تانية، بس إذا بقول لك إياها يمكن يبقى عليمي مات يتيم. انت اللي شلون بتحكي معي بهي الطريقة؟ كبير تصرف مثل الكبار، مو تبهدل المرة اللي بحبها انا. بس ما فيني غمض عيني بنوب على هيك شي. ما رح اسمح لزلمة حماني انه يموت. شو بده يكون فيها؟ خطفوه واخذوه. 1000 مرة حكيت مع المعلم انه نزيد عدد حراسه. لا تخاف من هذا الحكي، هدول ما بيحكوا شي غير عن العنف، يا اما العنف المسلح يا اما العنف الغير مسلح. رح نبلش بوظيفة جديدة، كون مستعد. رح تموت، وجه جديد وهوية جديدة. لو اخذناه لعند الحلاق محمود اللي بحارتنا، والله شاطر كتير، كان حلق له على القليله حلاقه ما في منها. كل واحد فينا ما بيريد يكون تعيس بالحياة، بس السعادة مو شغلة مادية بالجسم. بس انت مالك ابني، وبما انك اجيت قول اللي بدك تقوله وما رح خاف منك ابدا. تعرفنا بالصدفة، طلعنا اثنيناتنا عم نتنفس نفس الهواء، رحت وحكيت معه وبعدها تطورت صداقتنا. عم اسمعك معلم، لو هذا كان آخر عمل إلي رح آخذ بنتك من بين ايدي، بوعدك معلم. طيب هلأ في شيء أهم، قدام القاضي اوعك تفقد تركيزك وتنسى اللي بتعرفه وتبدأ تحكي شروي غروي. ماضيك أسود كتير أو ملخبط شوي، ما عم تقدر تتخلص منه وبيأثر على مستقبلك. طيب خلينا نقول إنه اللي قلته صحيح، ليش هدول الناس السيئين موجودين برا مو بالسجن؟ يعني ما بتخاف تخسرني؟ وانت ليش استخفيت فيني كل هالقد؟ وليش لصدقك؟ شي بزعل كتير. أنا هلأ لازم ناديك سيد علي ولا سيد مراد؟ شو ناديك؟ هلأ ما رح أحكي بالطب، بس إذا المريض بقي عايش رغم كل اللي صار فيه، موته مو مقدر هلأ. بعرف هذا الشيء عابدين، إذا ما صار مثل ما عم تقول حسابك كبير. معلم لا تشغل بالك، أنا بعرف القاضي، قلت لك إنه عنا واسطة كبيرة، وأنا واثق من جماعتي. مو ليهرب، ليطعم اللي فوق، لو لحب للبشرية بخنقها لهالعجوز. انت شاب موهوب، شو كل الشهود اللي على حياتك ماتوا؟ وين عشت بألمانيا؟ منتظرين البارون هلا بيجي. شرف يا جماعة، الاجتماع راح يبدأ، تفضلوا عدوا محلاتكم.